في الأيام الأخيرة انتشرت أنباء عن توقيف الشاعر المصري والمعارض السياسي عبد الرحمن يوسف القرضاوي من قبل السلطات اللبنانية بعد وصوله من سوريا. القضية بدأت عندما خضع عبد الرحمن للتحقيقات لدى الأمن اللبناني والنيابة العامة، بينما ينتظر لبنان وصول الأوراق الرسمية من مصر بخصوص مذكرة الإنتربول الدولية. ظهرت مفاجأة جديدة: الإمارات قدمت طلبا لتسليمه، مدعية أنه محكوم عليه بحكم قضائي في أبو ظبي، وهو ما أثار الكثير من الجدل حول حقيقة هذه المزاعم. رئيس الإنتربول الدولي الذي يحمل الجنسية الإماراتية سبق أن طالت تقارير حقوقية عديدة اسمه، متهمة إياه بالتورط في انتهاكات حقوقية. في الوقت نفسه صرح النائب العام اللبناني بأن لبنان لن تخضع لأي ضغوط دولية، وأن القضية ستدرس بناء على القوانين اللبنانية. عبد الرحمن يوسف المعروف بمشاركته في ثورة 25 من يناير ودوره البارز في حركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير يحمل الجنسية التركية بجانب المصرية، وكان قد تنازل عن جنسيته القطرية سابقا. منذ سنوات يعيش عبد الرحمن في المنفى هاربا من ملاحقة السلطات المصرية. عبد الرحمن ظهر مؤخرا في مقطع فيديو داخل الجامع الأموي في سوريا يحتفل بما وصفه بانتصار الثورة السورية. خلال الفيديو أرسل رسائل مباشرة ضد الأنظمة التي وصفها بأنها داعمة للثورات المضادة في المنطقة، وهي مصر، السعودية والإمارات. هذه التصريحات أثارت غضب العديد من الجهات، لتبدأ حملة واسعة ضده على منصات التواصل الاجتماعي. بينما يواجه عبد الرحمن خطر الترحيل إلى مصر أو الإمارات، تتوالى الدعوات من أصدقائه والمقربين منه لإنقاذه، مشددين على ضرورة احترام لبنان لسيادتها وعدم الرضوخ للضغوط الخارجية. في المقابل دعوا الحكومة التركية إلى التدخل سريعا باعتباره مواطنا تركيا، وكذلك قطر، نظرا لعلاقات والده الراحل الشيخ يوسف القرضاوي مع الدوحة. القضية أصبحت معقدة، ويترقب الجميع ما سيحدث في الأيام القادمة. هل سيفرج عن عبد الرحمن أم سترضخ لبنان لضغوط القوى الإقليمية؟ يبقى الأمل معقودا على التحركات الدولية والجهود الحقوقية لإنقاذ حياته.